السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول من تاني مبروك فوز نادي الزمالك على نادي الجونة بنتيجة 4-1. جروس مبسوط جدا جدا ان مهاجمي نادي الزمالك سيف الجزيري وناصر منسي سجلوا اهداف. اداهم راحة من التدريبات النهارده اللي هو موافق يوم الثلاثاء، وخلاص هينزلوا التدريبات ان شاء الله باذن الله انت يا رب يوم الاربع. راحة كويسة قبل مباراة نادي بيراميدز منعا للاجهاد. اهلا بكم في قناة الكرة مع إسلام. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس أمرا. دوس لايك. قبل ما نتكلم في اي اخبار ونتكلم على بن شرقي ولا نتكلم على تريزيجيه او علي معلول او حتى الصفقه الجديده اللي من الدوري المغربي او اي حاجه او محمد حمدي لاعب نادي الزمالك المعار من نادي انبي، هكلمك الاول على حاجه حصلت بعد المباراه. هقول لك موظف في نادي الزمالك، ما فيش حاجه اسمها بقى عامل في غرف خلع ملابس ولا بتاع، كلهم اخواتنا. اللاعب اللي بيلعب في نادي الجونه احمد العش مسك فيه وغلط فيه وقال له ما تعرفش انا ابن مين؟ اذا كنت انت ابن مين هو اخونا كلنا. اداره نادي الزمالك لازم تاخد موقف عشان اللاعب ده يتعاقب. الغريب في الموضوع ان اللاعب لما كان في الملعب ما لقيتش حد راح حماه ولا حد دافع عنه. طب بعد المباراه مش اللاعب يعني اللي هو الموظف، اداره الزمالك مش هتجيب حق الراجل ده بعد الاهانه اللي اتهانها؟ ينفع؟ يعني هو وصلت لكده يا كابتن حسين؟ قبل كده الماتش اللي قبله عبد الرحمن رشدان شتم زيزو، برضه ما حدش اتكلم. مش هتوصل ان الناس تشتمنا في قلب الملعب يا كابتن حسين وحضرتك كمان مش موجود. يا عم صفقات مش عايزين، تجديد لاعبين مش عايزين، استغناء عن لاعبين ماشي، لكن الناس اللي انت رئيسهم ينفع يتهانوا؟ بس نخش على الاخبار بقى والدنيا معمعه كبيره. النادي الاهلي خلاص خلص محمود حسن تريزيجيه من طرابزون التركي، هيخلص مع الريان القطري في شهر 6، هيروح لهم عشان يلعب معاهم كاس العالم للانديه، ومضى 5 سنين. مضى 5 سنين بصفقه تخطط ال 500 مليون جنيه. انت عارف انا بقول ايه؟ انت عارف الرقم؟ انت عارف الرقم يعني ايه؟ يعني تقريبا محمود حسن تريزيجيه بعد اللي هياخده طرابزون التركي، محمود حسن تريزيجيه هيعدي ال 70 مليون، هيعدي. يقوم جاي لك حد يقول لك ايه؟ زيزو ابو 70، زيزو ابو 60، زيزو ابو 50. طب ما انت جايب محمود تريزيجيه، ولو طولت تجيب زيزو تديله نفس الرقم اللي هو طالبه من الزمالك انت ذات نفسك هتاخده. مش بس كده، خليك بقى في التقيل. محمود حسن تريزيجيه القرض اللي النادي الاهلي عمله عشان الصفقه دي، يعني هو ده ينفع؟ طيب سيبك من ده. هل دلوقتي حد هيقول صفقات الاهلي 4 صفقات لغايه دلوقتي، 4 صفقات للنادي الاهلي يقتربوا من مليار الا ربع، مليار الا ربع؟ فين المنافسه هنا؟ اقول تاني حاجه، فين المنافسه؟ لا مش المنافسه، فين اللعب النظيف هنا؟ فين؟ انت بتتكلم في ارقام خياليه. كمان نادي الزمالك اللي هياخد قرض، الاهلي هياخد 300 والزمالك هياخد 250. 250 بتوع الزمالك عاوز جايبهم عشان مستحقات اللاعبين وتجديد اللاعبين، والنادي التاني جايب قرض عشان خاطر صفقه واحده. المهم المليار الا ربع دول ازاي يعني؟ حد يفهمنا؟ حد يقول لنا حاجه، الفلوس دي بتيجي ازاي؟ على فكره يعني هقول ايه بس، اللي بيحصل ده غريب رهيب. محدش متخيل الكلام ده. يجي يقول لك اصل انت هتدفع له كام؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم كابتن حسين لبيب رد لنا بصفقات، مش عاوزين صفقات زي تريزيجيه ولا زي فلان ولا زي علان يا كابتن حسين، رد لنا بحد. فكابتن حسين لبيب بيفاوض محمد الجديدي او الجديدي ايا كان الاسم بقى، لاعب عنده 20 سنه بيلعب في شباب المحمديه، متزيل ترتيب الدوري المغربي ومن اضعف خطوط الدفاع. هل اللاعب هيكون سوبر وهو بيلعب في اخر الدوري المغربي وفريقه خسران من طوب الارض؟ يا عم هيطلع حلو، هيطلع تمام التمام. طب انا ليه اخسر مكان محترف في مدافع لسه ما اعرفش هيبقى معايا كويس ولا مش كويس؟ ليه الرد ده؟
ايه الغريبه دي؟ طيب مش كده، هيقول لي لا يا اسلام مصر تحت السن. انت عارف لو جه تحت السن، لو لحقك تحت السن، هي سنه واحده وهيبقى 21 سنه خلاص ما ينفعش تحت السن. يعني انت بتخسر مكان محترف ليه؟ استفيقوا يرحمكم الله. والله العظيم احنا محتاجين جناح ابدا، ومحتاجين وسط ملعب ديفندر ابدا، ومحتاجين حتى راس حربه كمان. مع ان سيف الدين الجزيري ونصر منسي كويسين، بس انا محتاج واحد اجمد واحد. صفقات الاهلي زي ما كلنا عارفين: مصطفى العش، اللاعب السلوفاني، وكمان ما تنساش احمد رضا، وكمان محمود حسن تريزيجيه. طيب بن شرقي، هل النادي الاهلي عنده القدره انه يشتري بن شرقي في ظل ما دفع في صفقه تريزيجيه كل ده؟ اتمنى ان بن شرقي ما يروحش الاهلي، واتمنى ان الصفقه تبوظ، واتمنى كمان ان النادي الاهلي يكون حط عينه على تريزيجيه، ولما لقى تريزيجيه الصفقه مالت ليه راح مخلص تريزيجيه بس. اتمنى. اتوقع بقى لو جاب بن شرقي كمان، بس كده اظن بن شرقي يبتعد. اصل ما فيش سيوله تدفع ده كله. انت تعرف يعني ايه تجيب لاعب تديله 70 80 وتجيب لاعب تاني تديله مثلا 60 70 هو كمان 80؟ كلام ولا في الاحلام، والله ولا في الاحلام. صحيح اقول لك على قرعه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه يا حسام يا حسن، في ايه؟ مجموعتك تاني اصعب مجموعه بعد كوت ديفوار والكاميرون. مجموعتك لو حصلت مجاملات في المنتخب هنطلع من دور التمهيدي اللي هو دور ال 32 ده. انت تعرف انت معاك جنوب افريقيا منتخب محترم، معاك منتخب انجولا منتخب محترم، ومعاك زيمبابوي. مجموعه جامده جدا. اختياراتك حكم فيها ضميرك قبل ما تحكم فيها عقلك، وتقعد تحسبها وتقول اصل ده مزعلني، اصل عمر جابر، اصل مش عارف مين. كابتن حسام الناس كلها رهنت عليك. طيب نتكلم على قصه محمد حمدي. محمد حمدي بقى هقول لك عليه كده سريعا. محمد حمدي لاعب نادي انبي. النادي الاهلي بيستفسر من المهندس ايمن الشراعي ايه احوال الاعاره بتاعته مع نادي الزمالك، عشان احنا عايزين اللاعب في ظل ان علي معلول خلاص بنسبه كبيره راحل. هل ممكن النادي الاهلي ياخد محمد حمدي؟ طب يا كابتن حسين اتحرك، ولو الاهلي حط رقم انت معاك اولويه الشراء. يعني اولويه الشراء يعني لو حد دفع رقم عشان يشتريه انت تشتريه. يا كابتن حسين اوعى. كابتن حسين، كابتن حسين والله انا ابني 10 سنين بيقول لي وكابتن حسين مش عارف يجيب حد ليه، مش عارف يجيب حد ليه والاهلي بيجيب. طيب علي معلول، علي معلول بقى الاهلي بنسبه كبيره هيستغنى عنه. هو وكيله قال انه خلاص العلاقه بينهم انتهت، ورفعوا الحرج عن اداره النادي الاهلي. علي معلول اللي يكاد يكون من نجوم النادي الاهلي، لو حطيت مثلا احسن 50 واحد في النادي الاهلي في تاريخه هتلاقي علي معلول من وسطهم. علي معلول عمل كتير جدا للنادي الاهلي، وانا كان رايي صراحه انه يفضل يستنى في النادي الاهلي، لان علي معلول ده عمل لهم كتير قوي، وياما رفض عروض في عز مجده. المهم خلاص بيحاولوا يشوفوا لو في مكان بدل اجنبي يحطوا علي معلول فيها في القايمه، لكن كولر رافض. ففي كل الحالات وفي كلا الحالات كابتن حسين انت لو رحت قلت علي معلول تعالى لما يسيب النادي الاهلي هيجي لك جري. مش هقول لك بقى عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر اللي قضيته معاهم، لا، الموضوع خرج بره ان هم رموه، ما بقوش عليه. زي بن شرقي اللي كان عايز يروح الاهلي يا عيني عشان خاطر زعلان منكم، عشان انتوا اللي مشيتوه او انتوا اللي ما رضيتوش تتعاقدوا معاه. ما دي زي دي. كابتن حسين اعمل حاجه، ولا هل الكابتن خطيب مش هيوافق ان انت تاخد علي معلول؟ حد هيروح قايل لي طب يا اسلام ده اصلا فري خلاص، ما فسخ تعاقده، انتهى تعاقده، فسخ تعاقده. اروح انا قايل لك ايه بقى؟ بس برضه كابتن خطيب له راي. انا ما ينفعش، اوعى تقرب، تقرب تتكهرب يا كابتن حسين. الناس زعلانه. احنا بنقول الهتافات اللي انت اخدتها يا كابتن حسين في المدرجات ومشيت في مباراه الجونه تحرك الحجر. احسن حد عجبني في مباراه الزمالك طبعا هو عبد الله السعيد. هو عبد الله السعيد. احمد فتوح لسه بعيد، معرفش ماله، في ايه. محمود بن تايج مش بيشارك، انا مستغرب ليه. سيف الدين الجزيري ونصر منسي الحمد لله كويسين، لكن حد هيسالني على زيزو، سالوني في الحلقه اللي فاتت ايه رايك في مستوى زيزو الايام دي.
انا شايف ان زيزو مستواه مش كويس، مش احسن حاجه. صنع هدف عالمي، رفع اوروبيه، بس سيبك من ده. فين مستواك؟ فين اهدافك؟ لكن والله العظيم انا عذره. اللي في دماغ زيزو انا هجدد مش هجدد، هاخد كام، انا خلصت عقد انتهى، بقيت فري خلاص، يحق لي التوقيع. الموضوع كبير يا جماعه، مش بالسهل. مستقبل اداره الزمالك هي السبب في مستوى زيزو. كان قطمه احسن من نحته. ازاي؟ يا نجدد لك يا مش هنجدد لك، يا انت معانا يا مش معانا، يا قاعد يا ماشي. بس ببلغ اداره نادي الزمالك الموقرين، لو تقدروا تجيبوا حكم اجنبي في مباراه نادي بيراميدز يبقى يا ريت. لان انت كزمالك وارد جدا ان انت تتظلم في مباراه نادي بيراميدز، واحنا مش ناقصين. اسمعها مني، نادي بيراميدز اتظلم امام النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين ضربه جزاء ما تتحسبش، سيبك من ضربه الجزاء خليها تتحسب. الطرد بتاع احمد توفيق ما كانش صحيح، كان ممكن اللاعب السليفاني عندهم يطرد عشان ضرب نفس الضربه. يعني اتظلم، وبيراميدز بيشتكي. استحاله ان بيراميدز استحاله ان بيراميدز يتظلم. لا مش هيتظلم. استحاله ان المباراه تعدي كده. هل ممكن يتجامل على حساب نادي الزمالك عشان يسكت؟ كابتن حسين، عايزين حكام اجانب عشان ما نرجعش نقول يا ريت اللي جرى مكان المباراه مفصليه في الدوري. يتركبك يتنزلك. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حبه في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حبه في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.